لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوصتو هشتاودو لوانا كاين تفسير قرآني بيروزبيم وخزمتان ومن بستي رزامن دي رب العالمين وهي وادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والخوشي وسناو كلواني رابر دوش كميق لخزمة وآتي بيروز داون رب العالمين لآتي بيرشو ترباسي لو يكر أقر بيتو أن توبيان كردو نويجيان كردو وهروها زكاتيان دا أو براين قون لدين بلام أقر عهد بيمانيان شكان لدواي أو كوا عهديان دا بوشكان ديان وطعنشيان لدين تان دا أو فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كواتا وكو لكوتاي واني رابر الباس ما كر وطعنوا في دينكم هل ضمني عهد بيمان شكان دنا بلام بتايبتي كباسي دكا لبر أهميتكي كواتا يقل خالة هرقرنق كان كوا عهد بيمان دشتيني لقل ما لبين مشركون ولقل مسلمانان أو كوا مشركان طعنا لدين بدن أوش كان دني عهد بيمانا. فقاتلوا أئمة الكفر لو حالتي قروايان كر فقاتلوا أئمة الكفر وكل تفسير قاسمي دلي أي فقاتلوهم قتاليا لقلبكن. وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوي رئاسة وتقدم في الكفر. كاتبوا كاري كدي كان نافر فقاتلوهم يعني فقاتلوا الكفر يعني فقاتلوا الكافرين لا فقاتلوا أئمة لبرسنا بيان لنا أئمة كفر دفرن لبر بوكاري كدي كان كطعن لدين تانددن بونا أئمة لكفر بونا سركرد لكفر أحقاء بالقتل والقتال مستحقا بوي كواب كجرين. وقيل المراد بالأئمة رؤساؤهم وصناديدهم كواتا فقاتلوا أئمة الكفر واتهموا أن كواذا كان أنا أئمة كفر بوكاريان كذا كان يعني أوتا بتاي بتيش خاي يقول فهمي أئمة سركرد كان يعني قتاليان لقلب كان إما لأهمية قتلهم لو براستيش كشتني سركرد لو حالته أهميته قرنجيها أو للدلالة على استئصالهم يعني وتاكد فهمي سركرد كان يعني بكوجن لبرأوي أو بلقي لسر استئصال ولا ريشة درهنانيا فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم غالبا كان جين سركرد كجري كوا أواني لخوار ويدا كجري أو زدقات سركرد دا كجري كواتا هميان بكوجن. فقاتلوا أئمة الكفر وكل تفسير السعدي ضلي أي القادة فيه أواني كوا قيادنا الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن أو سركرداني كوا لكفر طعن لدين الرحمن ددن الناصرين لدين الشيطان أواني كوا دين الشيطان بسرديخا وخصهم بالذكر لعظم جنايتهم بتايبتيش خواهي قرباسي واني كرديال بورد جنايته تاواني أنصور قوريا ولأن غيرهم تبع لهم غير أوانا تابع على بسر كردكانيان وليدل على من طعن في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. أيش تأكيد دكاتو بلقي لسروي هركسك طعن لدين بدا بهر شيويق لشيوازة كاين طعن دين لدين طعن دان لدين هركسك بهر شيوازيك طعن لدين بداتا بهوي أو طعن داني دبيتيك لسر كردكاني كفر. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وكل تفسير محرر ضلي القراءات ذات الأثر في التفسير أو لا أيمان لهم ليربسن قراءتك كوا
تأثيري شيء لتفسير كي يقوري قراءة لا إيمان قيل على إنهم لا إيمان لهم بو شوازش خندريتو على معنى أنهم لا إسلام لهم ولا دين فهم كفار إنهم لا إيمان لهم إيمان يعني مسلمانين بلكو أنا كافر. وقيل المراد معنى الأمن لا إيمان لهم كبو قراءتي هاتية واعتوانا أمن أمانيا لبونيا أي لا أمان لهم فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم لأنهم قد نقضوا عهدهم كواتا لا إيمان لهم يعني تلبروي أو أنا وات مسلمانين بلكو كافرين يعني تو أنا أمن أمانيا بينا بخش لبروي عهد بيمانيا إيش كان ده ويأخذ بقراءة شديك قراءة إنهم لا أيمان لهم على معنى أنه لا عهد لهم أو أنا عهد بيمان باريزن أي هم لا يوفون بعهودهم ومواثيقهم. لا صارم المسلول ابن تيمية رحمة الله عليه واليمين هنا المراد بها العهود لا القسم بالله كواتا إنهم لا أيمان لهم بو قراءتي طبعا قلت من بقرأ لا إيمان لهم مشاتي لا أيمان لهم لا أيمان لهم ضل الليرة دا بمعنى أهد بيمان دي نك بمعنى لا أيمان بمعنى قسم وسويند فيما ذكره المفسرون هندق المفسرين أو هاي لقداتو لا أيمان لهم واتقر سويند شان خوار بابنام بسويند كان دفرمنا بمعنى سويندنا بمعنى أهد بيمان دي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاسمهم بالله عام الحديبية يخو بيان صوصم كعهد بيماني كل لقى الكافر كان لقى مشركان لرجع حديبية خداوي اللي نكن كواسوين بالله بخون وإنما عقدهم عقدا بلكو عهد بيماني لقى البستان ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم أو عهد بيمانش كل النيوان بيان صوصم لقى الكافر كان بو نسرايته معلوم إيش السيرة قسموا سوين خوارني تيدانية وهذا لأن اليمين يقال إنما سميت بذلك لأن المعاهدين يمد كل منهما يمينه إلى الآخر كواتلوية بعهد بيمان قوتريا يمين جمعك شي أيمانة بمعنى سوينا بمعنى عهد بيمان دي لبروي كاتك عهد بيمان إذا كان هريق لوان دستراس تدريج دكاو مصافحة لقال يكتري دكان بويك وعقد بيمان يعني لقال يكتري كر ثم غلبت حتى صار مجرد الكلام بالعهد يسمى يمينا كواتلويا لأصلوا عهد بيمان كبيقوت ريا يمين لو مصافحيك وبدستراس لقال يكتري دكان باشانيش أو زهر عهد بيمان كبيقوت ريا يمين. ويقال سميت يمينا لأن اليمين هي القوة والشدة عندش ترى لويا عهد بيمان كبيقوت ريا يمين يمين عادة قوة الشدة لدستراس دايا فلما كان الحلف معقودا مشددا سمي يمينا وكاتش كوا عهد بيمانيك تي تند بستلان لوان دولايا كواتا يمين لويا بيقوت ريا يمين لبرو يمين معناه قوة تنديد كاتا. فاسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه وإن كان نذرا حتى يمين بو عهد بيماني قلت لبيني بندو لبيني الله تعالى سبحانه وتعالى كوا عهدي لقال كردية والعهد الذي بين المخلوقين وعهد بيمان لنوان مخلوق كان ومنه قول تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وعتا عهد بيمان مشينا لباشوي كوا تأكيد تانسر كردي توا حتى طبعا وكو ضليتا أو عهد بيمانك معنى أوني كوا سوين دي لقال دايا. وقال تعالى ومن أوفى ما عاهد عليه الله وإنما لفظ العهد وحتى لفظ العهد بايعناك على أن لا نفر ليس فيه قسم وقد سماهم معاهدين لله بهالحال أو تأكيد لوي دكاتوا كوا إنهم لا أيمان لهم معنى أوني أوانا سوين دخون بدرو سوين دكاني زي خويني لا معنى العهد بيمانيا عهد بيمانيا لو يا أخوة يقول سبحانه وتعالى بوشي وصفي عندك. ابن عاشور ضله فيه التعبير عن نقض العهد بنكث الأيمان تشنيعا للنكث كوا تخوة يقول سبحانه وتعالى كاتكوا باسلا هلوشان عهد بيمان كربوي كوا وكو هلوشانوي سوين خواردنا أو ابن عاشور وايلك ذاته لو تشنيعا للنكث لبروي كوس كسك سوين بخوا سوين دكينا جين تزي هندش تيجي جوري عهد بيماش كانديش وكوية بهالحال وكو ابن تيمية جرة أصلا زيادة لا إيمان لهم هل بمعنى لا عهد لهم نك وكو ما ناي أو بي كوا سوين ديان خوار بي كوا اتفاقات ولا إيمان كفر إنهم لا إيمان لعلهم ينتهون لعلهم وكل تفسيري
سعد ضلي لعلهم في قتالكم إياهم في قتالكم إياهم بو قتالك أنقودي كان ببتماهي أو ينتهون عن الطعن في دينكم بلكو أو قتالك أنقودي كان ببتماهي وكواز لطعن دان لدين قوبينا وربما دخلوا فيه ولو أنا شبتماهي وكواهر أصلا بيننا دين إسلاميش المراد لعلهم ينتهون عن الكفر ابن عاشور ضلي لعلهم ينتهون نكهر للطعن بلكو هرواز لكفر بينا طبعا كوازن لكفرنا واز لطعن جدينا سيوطي لإكليل ضلي استدل بهذه الآية من قال إن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء ذمي أو كسيكوا عهد بيمانه لجير ساي حكم إسلام دجي أقرتي مسلماني شنية بلام رازية بحكم إسلام وجزية ده ضلي طبعا ذمي لسندين آتو أحاديث هاتية كوا نابي بهي الشويق آزار بدري وبكجري بلام ضلي أويشيان أقر طعني لإسلام دايان لقرآن دايان بيغمبر صلى الله عليه وسلم أويش دا كجرية سواء شرط انتقاض العهد به أم لا أو جبو طعن داني ضليتنا لما بستم عهد بيماش كان درميانا أو ليردا أو ناخوا مهم ما لم طعني دا بخوي طعن دانك معناه عهد بيماش كان دنو لو أحد بابني أمن أماننا من لا صارم المسلول ابن تيمية دل قوله تعالى والطعن في دينكم على أن عهد المشرك ينتقض بذلك بالطعن دان لدين عهد بيماني مشرك لقى مسلمانان نامنه هل وشيته فإنه حتى لو كان مستقيما فيه بدون نكث حتى وكوغر لباقي شروط كان عهد بيمان راس تدروز بي وهيت يلنا وشان دبتو مجرد بطعن داني كاتك طعني لدين دا أو عهد بيمان كي هل وشيته فإن مجاهرتنا بالشتيمة والوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة الكاتك وأو قسينا ريكو زويندان دكا برامبر الله تعالى برامبر بفيغمبر ما صلى الله عليه وسلم برامبر بكتاب ما برامبر بدين مان أو معنى استقامة راس تدرستينا من العهد بيمان كما تقدح مجاهرتنا بالمحاربة في العهد بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين كاتهروكو كسيق محاربي عهد محاربة مامكا بوي عهد بيمان دشتي بو قتال محاربة كالقل ماندكا بحمان شيوش بطعنا لدينيش أو زطعني لذات إخوة لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لدينا كمان عين عهد بيمان هل دوشت بالكو دلي طعن دان لدينو لذاتي پروردگار مانو لبيغمبر مان صلى الله عليه وسلم لا كتابه كمان لا إيمخ ناخوشترو تنترى لو كبيتا محاربة مان بكاتا ابن القيم لأحكام أهل الذمة دلي دعوة الذمي أو المعاهد إلى دينه وترغيبه المسلمين إليه من أولى الأشياء أن ينتقض العهد بها كواتا دعوة الذمي أو المعاهد إلى دينه كواتا كسيك كوا ذمي بي يا ذمي وقت ما أو كسيك لجير ساي حكم إسلام دجي مسلماني جنية أمن أماني بيدا بخشري وجزية دا يعني أو تعهد بيماني هي مشركة كالقل مسلمانان بلام أو كسبيتا دعوة لبو دينكي خوي بكا بانقواز لبو مبدأكي خوي بكا وترغيبه المسلمين إليه وهول بدا مسلمانانيش دعوة بكا بانقواز بكا لبو لاي دينكي خوي من أولى الأشياء أن ينتقض العهد بها كاتك ودعوة يكر لبو دينكي خوي لبو مبدأكي خوي أولا ترين شتا كوا عهد بيمانكي هل دوشيته لقى المسلمان كان فإنه حراب الله ورسوله باللسان لبر أوي أو كارو أو دعوي كوا ديكا لبو دينكي خوي أو إعلان حرب لسر الله والعياذ بالله لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزمان ديكا وقد يكون أعظم من الحراب باليد لو نشأ أو دعوي كوا أو بزمان ديكا تنتر لسر مسلمانان لو كوا أجر بدست بيكرد با مسلمانان بكشتبا كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب وباللسان هل وكو لبرامبر الدعوة كردنا لولاي الله بانقواس كردنا لولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جهاد ككسك ديكا هم بدل هم بزمان وقد يكون أفضل من الجهاد باليد زاري واهية وقع كلمة وتأثير أو دعوة باشترة للدعوة لجهاد كردنيش بدست ولما كانت دعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق لو هل كاتش كدعوة لبو باطل كرا
چی لەگەڵدا پەیوەستە طعنە لە دین طعنە لە حەق كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في دين الإسلام لويا دعوة لبو دين خوان وهانداني خلش لبو داخل مو لبو دين خوان طعنا لدين الإسلام وأخواي قرش فرموي وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدي وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف طعن دان لدين بهيسترو تأثيري زياترة لو كواكسك طعنا لمسلمانان بدا بشيرو بالرم فأولى من انتقض به العهد الطعن في الدين ولو لم يكن مشروطا عنه فالشرط ما زاد إلى تأكيد وقوة كواتب راستي هلوشان نوي عهد بيمان هلوشان نوي عهد بيمان بطعن دان لدين أو لا ترى لو كوا هلوشيتو بشتيشي تر لصار من المسلوج أخير سد البارئات دفر ممن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف إيمان دارق لخاكك دا مستضعف وتساوية أو هو في وقت فيه مستضعف يعني لكاتك دا دجي كمستضعفة أتسبك كاتك وطعنا الذين ددري فليعمل بآيات الصبر والصفح لو حاطي كاربو دكا كوا أو آتان كوا هان من دا الصبر بقرين ليبردن ما نهبي وأما أهل القوة فإنما يعملون بآيات قتال أئمة الكفر بلام أواني قوة يعني دا صلاة يعني هي أوان لو حاطي بيويستا آيات قتال برامبر بأهل كفر بكار بينان والحاصل ديار يعني أو دين واقعية أجر توانا ودا صلاة بكسك طعنا لديم دا أو جزاكتي أجر توانا ودا صلاة النبي دا بالصبر بقري حتى وكخواي قولة فرجوا مخرجك لبو مسلمان دنيريو وبالتأكيديش بشك وجمان الله تعالى انتقام لبو دين خوي دكاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون